يا معلم على فقرة الدلع، انت اول حاجة بتخش على الدش، بعد كده بيحط لك الصابون المغربي، في جسمك كله سواء على الدراعات او الوش او الجسم كمان. بعد كده الفقرة اللي بعدها انت هتخش على الستيم اللي هو حمام البخار، وده مفيد جدا علشان بيفتح مسامات الجسم. بعد ما خلصت الستيم بقى اللي هو حمام البخار هتطلع ومعاك الكابتن عبده، بجد الكابتن دوت محترم جدا وبيساعدك في كل حاجة. بعد كده انت بتقعد، كابتن عبده بيجيب تقريبا الفرشة تقريبا او حاجة زي كده، بيطلع لك الجلخ اللي في وشك تماما، وبيطلع الجلخ كمان اللي في الدراعين. بعد كده بقى بيجيب الليفه وبيعمل الصابون علشان يعمل زي رغاوي كده، وبعد كده بتقوم رايح عند الدش تاخد الدش بتاعك الجميل. خلصت الشاور الجميل يا معلم، بتروح تنام على ظهرك ويعمل لك الفوم العطر دوت. بيكون فوم بيكون فيه رغاوي كتيره جدا، بيبقى ريحته حلوه قوي. بيسيبه تقريبا 3 دقايق وبعد كده بيشيله بالبتاع اللي معاه دي. احسن حاجه بجد وانت بتعمل الحاجات دي كلها، انت عايش في استرخاء وراحه نفسيه بجد. طبعا بقى الفوم كان على جسمي كله وعيني، فما كنتش شايف حاجه وكانوا مغفلين، بس على مين ده انا وصلت لحد الدش وخدت شاور كمان بنفسي.